الا قلت لك بلي شي مرات الا خسرتي في الفيديو ديال مستر بيست كطلع لك حسن من الا ربحتي، كتبان ماشي لوجيك، ولكن بزاف ديال المشاركين الخساره خلاتهم انهم يربحوا اكثر بزاف من داكشي اللي كانوا غيربحوه في الفيديو. وكاينين مشاركين اخرين اللي الخساره داتهم في واحد الطريق اللي عمرك ما غتكون كتصورها، ما بيناتهم ابطال اللي تقاتلوا على حياتهم، وحدين اخرين اللي رجعوا ما بين اكبر الاغنياء، ومنهم كاين اللي شوه حياته وحياه عائلته. في هذا الفيديو غنشوفوا شنو وقع لاكبر الناس اللي خسروا في الفيديوهات ديال مستر بيست. غنبداو بالقصه ديال واحد خونا اللي نقدروا نقولوا ربح كلشي. هذه 6 سنين تقريبا مستر بيست دار واحد الكونسيبت فيه بزاف ديال لي تشالنج مقسم على بزاف ديال الفيديوهات اللي في الاخر ديالهم اللي غيربح مليون دولار. هذا اللي غنهضروا عليه بيان سور الا كنتي متبع راه ما ربحش في الفيديو ديال مستر بيست، ولكن القصه ديالو خطيره. هاد خونا هو جورج شيفيز. بلا ما نهضروا بالديتاي كيفاش تا جورج ربح كاع لي تشالنج ديال الفيديوهات ديال مستر بيست توصل للفينال. غنهضروا غير على لقطه وحده من هذوك لي تشالنج اللي فاتوا اللي كتبين لينا كيفاش داير البيرسوناليتي ديال هاد جورج اقترح على واحد من لي بارتيسيبون انه يعطيه 100,000 دولار الا خرج في هذاك التشالنج وجورج ربح في الفينال، شي حاجه اللي كان عمرها ما دارت قبل في لاشين ديال مستر بيست. نرجعوا للفينال ديالنا اللي تقسى فيها بواحد الطريقه بليده. كان كيلعب هذاك فينجر سكيت ديال الصبع، ونسى راسو وهز يدو على هذيك الدجاجه اللي فيها الفلوس وتقسى. ولكن اللي مهم هو كيفاش كانت الرياكسيون ديالو ملي تقسى. جورج ما كانش بارتيسيبون عادي، جورج عنده واحد الماضي ديال بوكسور، من صغرو هو كيتريني في البوكس وعمره ما حبس لونطرينمون في حياته. هادشي اللي كيفسر البيرسوناليتي ديالو كيفاش دايره في كاع لي تشالنج اللي كندوزهم في الفيديوهات ديال مستر بيست. وفي كاع الفيديوهات اللي فاتوا جورج كيبان قوي لا من الناحيه الجسديه ولا من الناحيه الذهنيه، وهادشي بيان سور بسبب لونطرينمون ديالو ديال لا بوكس. عليها ملي خسر قال واحد الجمله اللي اثرات على كاع لي بارتيسيبون وحتى الفريق ديال مستر بيست، هي انه في الحقيقه فاش كنخسروا راه ما كنخسروش، غير كنتعلموا وكنتقدموا في الحياه. هي الصراحه كتبين الشجاعه ديالو، حيتاش تخيل راسك انت في بلاصتو تكون عرفتي راسك خسرتي مليون دولار، شنو كانت غتكون الرياكسيون ديالك؟ انا الصراحه كنت غنبقى نبكي لهم تما. ولكن علاش جورج هو ما بكاش؟ حيتاش هذه سنين وهو عنده واحد البلان في راسو قبل ما يعرف اصلا راسو بلي غيقدر يشارك ويخسر مليون دولار في الفيديو ديال مستر بيست. هذه السنين وهو كيتريني وكيتقاتل باش يرجع واحد ما بين اكبر لي بوكسور في العالم. وهذيك السنين كامله اللي كان كيتريني فيها كان عارف راسو بلي واحد النهار غيرجع مليونير غير بلا بوكس. فاش ملي خسر هذيك مليون دولار في الفيديو ديال مستر بيست خلاتو يزيد يتموتيفا وخلاتو يزيد يتقاتل في داكشي اللي كيتقاتل عليه حياته كامله. بقى كيفكر في هذيك الخساره كل نهار، كيتريني كل نهار مهما كان الوقت المرض او العيا، ما حبسش من لونطرينمون ديالو. كان كيتقاتل حيتاش كان عارف بلي هذه هي اخر فرصه عنده باش يرجع بوكسور بروفيسيونيل. الا مشات تزقلها سالا كلشي. والطبيعي هو انه بكثرت ما بقى كيتقاتل سميتو بدات كتعرف وسنا مع جولدن بوي انسايدر اللي معروفه بزاف في الدومين ديال البوكس. وإلا جيتي تشوف البالماريس ديالو دابا، الماتش الاول ربحوا، الماتش الثاني ربحوا، بلا ما نديرهم كاملين. الريزولتا هو انه في 10 د الماتشات اللي لعب 10 ربحهم وما خسر حتى شي ماتش. وكنظن بلي هذه غير البدايه بالنسبه ليه، وبلي باقي غادي يبان اكثر. بين بواحد الطريقه باللي الا بقيتي كتقاتل على شي حاجه حياتك كامله شي نهار غادي توصل ليها. ثاني وحده غنهضروا عليها الا كنتي متبع غتعرف بلي حتى هي خسرات في الفيديو ديال مستر بيست، ولكن ربحات بزاف. وفاش كنقول بزاف فريمون بزاف ديال الفلوس، ولكن خسرت شي حاجه اهم اكثر. خلينا نشوفوا ليستوار ديالها. شاركات في اشهر فيديو ديال مستر بيست، ولا كنتو كتفرجوا في مستر بيست غتعرف بلي كنهضر على الفيديو اللي دارت له اكثر عدد ديال المشاهدات في لاشين يوتيوب ديالو، اللي هي الفيديو اللي عاود فيها اللعبه ديال سكويد جيم. بلا ما نهضروا بالديتاي على الفيديو شنو وقع فيها، ولكن في الاخر هذاك اللي ربح 500,000 دولار. غير هو ما كناش كنتصوروا بلي كاين شي واحد في هذا الفيديو هذه اللي غادي يقدر يربح اكثر من هذا المونطون هذا واخا كان خسر في الفيديو. كنهضر على كاميلا اروجو اللي مظهرها في اللعبه جاها الرقم ديال 67، نفس الرقم ديال كونغ سايغي بيود اللي شاركت في سكويد جيم. كاميلا كانت دارت واحد الباركور زوين في الفيديو ديال مستر بيست، ربحات كاع لي جو حتى لو جو ديال البي اللي خسرات قدام صاحبتها وخلاتها باش تكمل اللعبه. وهنا كانت حبسات اللعبه ديالها في لو جو ديال مستر بيست. غير شي سوايع مور ما خرجت الفيديو ديال مستر بيست بزاف ديال الناس في تويتر كان كيقلبوا على الانستغرام ديال هاد اختنا حيتاش عجباتهم، وهي ما فبرها والو حيتاش ما عندهاش تويتر. نهار فاش خرجت الفيديو كانت عندها في انستغرام 7000 ابوني، والغد ليه لقات راسها عندها 100,000 ابوني. واليوم فاش كنصور هذا الفيديو فات 3 مليون ابوني في الكونت انستغرام ديالها. غتقول لي شنو وقع في هذه المده هذه حتى وصلت هذا العدد هذا ديال لي زابوني؟ خليك معايا غادي نشرح لك. هي غير مور ما لقات راسها بلي راه بزاف ديال الناس بداو كيتابوناو عندها، اوتوماتيكمون طاحت لها في بالها واحد استراتيجي باش ترجع انفلونسوز حتى هي وتدخل الفلوس. خرجت فيديو في هذيك السيمانه كتشرح فيه كيفاش غادي تقلب على خدمه، كيفاش غادي تقدر تربح هذوك الفلوس اللي
خسرتهم في الفيديو ديال مستر بيست. في الاول دارت راسها فكرت باش تمشي تخدم في والمارت، ولكن غتخلص غير بالسميك $500 في الشهر، عمرها ما كانت غتوصل هذاك المونطون اللي كانت غتربح عند مستر بيست. وقررت باش تتصل بنيتفليكس باش تشارك معاهم في السيزون 2 ديال سكويد جيم. نيتفليكس ما قالوا لهاش لا، ولكن من بعد قالوا لها بلي خاصك تكوني كتهضري بالكوريه باش تشاركي في السيري. وسالات الفيديو ديالها بالحل الوحيد اللي قالت لقات باش دير الفلوس، هو انها تحل كونت في هذا السيت هذا اللي ما غنقولش سميتو، اللي هو السيت ديال الناس الكبار باش تبارطاجي فيه الفيديوهات والتصاور ديالها. وفي الاول كلشي بدا كيتسائل واش غتضحك ولا غديرها بصح، وهذاك الفيديو اللي دارت وصلت ليها 30 مليون فيو. في الاول ما جاوباتش على داك السؤال ديالهم، ولكن بويسك هي كانت باغا البوز بقات كدير دي ميكرو تروطوار، ماشي بحال لي ميكرو تروطوار ديالنا اللي فيهم شي حوايج اللي بلا ما نكومونتي. بدات كدير شي فيديوهات اللي اوزي بزاف، هما الفيديوهات اللي كيجيبوا لها بزاف ديال لي فيو سواء في تيك توك في انستغرام ولا في يوتيوب شورت. ففي الفيديوهات ديالها من غير داكشي اللي كنشوفوا، فحتى الطريقه باش كتعامل مع دوك الناس اللي كتانترفيو في كتحاول دائما انها تعصبهم ولا تقول لهم شي حاجه اللي تخليهم مالاليز. وبقى غادي داكشي تدريجي ولي فيو كيتزادوا حتى قررت انها تفتح كونت في هذاك السيت اللي قلنا. فمن المتوقع انها بدات كتربح بزاف ديال الفلوس حيت كملات في هذه الطريق هذه. وانا كنصاوب في هذا الفيديو بقيت كنتسائل كنقول فين غادي تكون حبسات هاد اختنا، شنو مازال تقدر دير اكثر من هادشي اللي دارت. وجد راسك حيت هادشي اللي دارت ما يقدرش يدخل العقل حتى بالنسبه للثقافه ديالهم، هما اللي كيعتبروا راسهم منفتحين على كلشي. اللي دارت هي انها استعملت خوها الصغير اللي باقي مينور باش انها دير الاشهار ديال الكونت ديالها في هذاك السيت اللي هضرنا عليه ديال الناس الكبار. فتخيل معايا اختو دايره كونت في هذاك السيت وكلشي الناس ممكن يشوفها، اللي منهم صحابو اللي كيبداو يسولوه على اختو وهو مازال صغير مينور، يعني سيتوياسيون اللي ما كتبغيش تدخل العقل. How does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. NANI? Do you know? Jesus Christ. Click the link in my bio. Just I can't. المشكله هو انه بزاف ديال الناس انتقدوها خاصه في تويتر، كانوا كيقولوا بلي راه واحد النهار غتحبس على هذا الشيء ولا على الاقل ما غتدخلش خوها في هذا الموضوع. حتى لواحد النهار وهي تخرج واحد الفيديو واحد اخرى مع خوها. في هذا الفيديو هذه كانت كتناقش مع خوها عادي، واخا ما نقدروش نقولوا على هذه السيتوياسيون عادي ولكن ما عليناش. حتى لواحد اللقطه وهي تسولو قالت له واش انا اخت مزيانه. في هذا الفيديو هذه خوها خرج كاع داكشي اللي كان باغي يقول لها، بين لها كيفاش كتعامل معاه خايب وكيفاش كتستعملو باش تشهر اكثر وباش تزيد لي فيو في الكونت ديالها وتربح اكثر ديال الفلوس. You think I'm a good sister? No. Bro, why? You're my sister. You're mean to me. Not all the time. Bro, we live in You're saying different this shit because states. you're on a podcast. No, we live in different states. That's how I mean you. I mean to you when you're failing your classes. Yeah. I'm not failing. A D. It's not failing. That's a D. It's failing. F is failing. F A is D is failing. For you it is because you're an A+ child. Right, I am. Shut the hell up. You're literally doing your career is in only. You can't be talking. You're selling pictures of whatever. You can't be saying. All that studying was for what? فاش كنشوفو في الاول في اول انترفيو دارت مور ما تشهرات كيفاش كانت كتهضر، قالت باللي هي عمرها ما كانت باغا تشارك في هذيك الفيديو ديال مستر بيست حيت كانت خايفه من هذه الشهره هذه، وقالت باللي مستر بيست قدوه ديالها وباللي ما كرهاتش ترجع بحالو وتجمع بزاف ديال الفلوس باش حتى هي تصدقهم على الفقراء. ولكن واش كنشوفو كيفاش رجعت دابا كنظن باللي وجهه النظر ديالها تبدلات ورجعت باغا غير دير البوز وتربح اكثر ديال الفلوس. مور ديك الفيديو ديال خوها بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا باللي راه غادي تقدر دير لها العقل وتبدل، ولكن ماشي هذاك هو لوكا، كملات في الطريق ديالها بحال هكا. ولكن كيف كنقول ديما كل واحد كيدير شنو بغا، انا هنا غير كنعاود القصه ديالو. واخر واحد غنهضر عليه في هذا الفيديو، اكثر واحد كيخسر في الفيديوهات ديال مستر بيست هو الشخص اللي خلاني انني نفكر باش ندير هذا الفيديو هذه، اللي هو ماك محبوب الجماهير. القصه ديال ماك بدات مع واحد الفيديو ديال مستر بيست اللي سميتها اخر واحد غيخرج من السيركل غيربح $500,000. ديجا باش شارك معاه ماك كان هو المونتور ديال واحد اليوتيوبر امريكان معروف إيراك اللي صاحب مستر بيست، وهكا باش شارك معاه في هذا الفيديو هذه. مارك طلع ذكي في الفيديو حيت من البدايه ديال الفيديو كان عارف راسو ما غاديش يقدر يربح، وباش الناس يعقلوا عليه وباش يدير شي حاجه مختلفه قرر باش انه يخرج بوحدو من الاول ديال الفيديو. وعرفتي شنو الخطه ديالو؟ صدقات كيما بغا. اول حاجه هو ان مستر بيست بيسك شافوه هو الاول اللي خرج من السيركل قرر باش انه يعطيه طوموبيل. ثاني حاجه هو انه الناس عجبهم بزاف البيرسوناليتي ديال مارك، ديجا قالك بلي كيضحكهم بزاف. البيرسوناليتي ديال مارك عجبات بزاف لي زابوني ديال مستر بيست اللي خلاهم في لي كومونتير كيطلبوا منه باش انه يعيط له في شي فيديو واحد اخرى. خاصنا نستناو واحد السنوات باش يقدر يرجع في الفيديوهات ديال مستر بيست، ولكن في هذا الوقت هذا مارك ما ضيعش الوقت، كريا شين يوتيوب ديالو وحط واحد الفيديو اللي فات 3 مليون ديال لي فيو، اللي نقدر نقول لك هي احسن فيديو ممكن يحطها شي يوتيوبر كفيديو
الاولى ديالو. الكونسيبت هو ان واحد الانتيليجنس ارتيفيسيال كتحكم له في حياته، وما بين البيرسوناليتي ديالو، المونتاج اللي كان مخدوم مزيان بيسك خدمته هذيك، وخاصه لومور ديالو اللي كان كيضحك، والطريقه ديال الضحك ديالو كيفاش كيضحك الناس اللي كيتبعوه، خلات بان مارك دار واحد الفان بيز كبيره. من موراها مارك اختفى، ما بقى كيبان لا في الفيديوهات ديالو لا في الفيديوهات ديال مستر بيست. تقدر تقول بان الناس كاملين كيقلبوا عليه وحتى واحد ما لقاه. من بعد رجع عرفنا بلي هذا الاختفاء ديالو كان بسبب شي مشاكل شخصيه اللي كانوا عنده، ومستر بيست اقترح عليه باش يشارك في وحده من اكبر الفيديوهات ديالو اللي كان غيخرج في هذيك الوقيته، وكان اقترح عليه باش يرجع البطل ديال هاد الفيديوهات هذا. كان داير بزاف ديال لي تشالنج متابعين، كدوز فيهم واحد مور واحد، الا خسرتي كتخسر كلشي، كل تشالنج كتربح عليه 100,000 دولار، وانت غادي وانت كتزيد حتى كتوصل في اخر تشالنج ل1,000,000 دولار. اخر لعبه كانت في هاد التشالنج هو انه خاصو يدير هذيك اللعبه ديال البيسكوي اللي كاين في سكويد جيمز. دارهم كاملين، وصل حتى للبارابلوي، وتما تهرس ليه البارابلوي وجاك خسر كلشي. Wait, what just happened? Oh no. Oh. I actually don't know what to say. I'm such an idiot, dude. Man, I had it all. I had $700,000. I don't know why I did this. Would it have hurt less if you just lost the first challenge? So much less. Well, here, come on, buddy. Come on. Let's stand up. Let it be known, if you're in a Mr. Beast video, quit while you're ahead. شهرين من موراها فاش كلشي في لي كومونتير كيسول في جاك، كلشي باغي جاك يشارك في شي كومبيتيسيون واحده اخرى، كلشي باغي يعطي اون اوتر شانس باش يلعب شي تشالنج واحد اخر ديال مستر بيست. مستر بيست اقترح عليه باش يشارك في واحد الفيديو باش يواجه اكبر حوايج كيخلعوه. مور ما لاح عليه الحشرات فوق منه، خشا في وسط واحد طوموبيل عامره بالماء، اولا دفنو حي في وسط من واحد الدجاجه. في الاخر وصل لنفس التشالنج اللي كان خسر فيه المره اللي فات ديال البيسكوي ديال سكويد جيم، وعاوتاني جاك خسر في نفس البلاصه. خاصك تفرج في الفيديو ديال مستر بيست كامله باش تحس بهذيك ليموسيون اللي كيحس بها جاك في هذيك اللقطه، حيتاش كيتقاتل في الفيديو لمده ديال ساعات باش في الاخر كيخسر كلشي في هذيك اللقطه. ميم جيمي وليكيب ديالو ما كرهوش انه يربح، حيتاش كتحس بهم اللي بقى فيهم الحال، حيتاش خسر في نفس البلاصه اللي خسر فيها المره اللي فاتت. Oh my gosh. Well, I don't need that anymore. And maybe it didn't break all the way through? Ooh, okay. He still had 29 minutes left. He did the first two in 4 minutes. I don't know why I did this. Oh my god. عاوتاني مره اخرى في لي كومونتير كلشي كيطلب من جيمي باش انه يعاود يجيبو في شي تشالنج واحد اخر، حيتاش طريقه باش جاك كيتقاتل في هذوك الفيديوهات كيبين باللي يستحق انه يربح. فمن موراها ماك رجع في لي فيديو ديال مستر بيست، غير هاد المره هادي ما رجعش كتشالنجر، ما رجعش كشي واحد اللي غيشارك في المسابقه، وانما رجع واحد من ليكيب ديالو، يعني كيعاون في التنظيم ديال الفيديوهات ديال مستر بيست. بحال في هاد الفيديو هادي ديال فاش مستر بيست عيط على كاع الناس من عام حتى ل100 عام باش يشاركوا في المسابقه، كان واحد من اللي كينظموا المسابقه باش كلشي يدوز مزيان. شكرا لك بزاف حيت تبعتي الفيديو حتى لهنايا. ما تنساش دير لايك الا عجبتك الفيديو، كتب لي في لي كومونتير واش نديرو شي بارتي جوج على الناس اللي خسروا في الفيديوهات ديال مستر بيست، ولا نديرو فيديو على الناس اللي ربحوا.